لكم الطريقه كامله من قلب اسكندريه، كنت لازم اعمله في اسكندريه عشان حبايبي اهل اسكندريه. بصوا بقى الجمال، بصوا حبايب قلب ام امل وحشني عاملين ايه؟ بصوا بقى، انا لازم اعيشكم الحواوشي الاسكندراني زي حبايب قلب الاسكندرانيين ما بيعملوه بالظبط. وانا في اسكندريه كده قلت والله لا اعمل حواوشي زيهم بنفس الطريقه. رحت واخده بعضي ورايحه دايبه لحمه وفرمتها عند الجزار، وجبت فلفل وبصل وطماطم، بصوا بقى، والخضره اهي كده، ورحت مقطعها عند الراجل في الشارع. تمام، ما انا لازم ابقى أنا اكل حواوشي بنفس طريقه الاسكندرانيه في كل حاجه حبايب قلبي. تمام، وادي رحت حاطه جبت كيلو من اللحمه والراجل فرمولي بصراحه، ورحت بقى ايه عاملاه كده، في تبلته كده في قلب بعضيه وحطيت التوابل. بصوا نفس طريقه الاسكندرانيه، وعند فران الاسكندرانيه التفل، هو مين ده انا ما اعرفش طبعا. تمام، ورحت مع ضربه التحبيشه، بصراحه الراجل كان بيساعدني فيها، قال لها هاتي يا مدام ريح ايديك انت بقى شويه. ورحت عجنه، والحاجه امل حبيبه قلب ماما برضو قالت ايه هساعدك فيه. ورحنا بص عاملين اللحمه بقى عصرناها كده في قلب بعضيها، ما احنا لازم طبعا ناكل. لازم امل تعبتني، لازم تحط ايدها في كل حاجه معاها. امال ايه، بس عايزه تعيش في اسكندريه هي، فهتعمل الحواوشي الاسكندراني معايا بايديها. ده سر من اسرار الحواوشي ده يا ماما. ده سر من اسرار الحواوشي ده. خلصناه هنقعد نحشيه معاكم بقى، يلا بس كده وهنروح نكمله. هنا بقى جينا نعمل ايه؟ الرحيم، نعمل الحواوشي الاسكندراني في اسكندريه. دخلنا الفرن، هو عنده العجينه، احنا بنحط اللحمه بس. انا حبيت انزل اعمله في الفرن. شايفين بتحط اللحمه كده، هتحط كده على كل العيش كده، بس ما تكتريش اللحمه يا ماما عشان تستوي، وافرديها تبقى حته واحده. يلا ماما هتعمل الرغيف ده كمان. انا هعمل ده كده، ما انا مشتركه انا وامل، لازم نشترك في الاكله الاسكندراني دي عشان تبقى بصوا عيش اسكندراني ولحمه اسكندراني وعلى اصوله. ادي العيش لخبازه، بصوا يعني هو حط على كل رغيف القطعه بتاعته. وهنا طبعا هو بيضفر لي الرغيف الضفيره الاسكندراني، ما هو حواوشي اسكندراني يا جماعه. بصوا بصراحه جميله، انا باكل الحاجه من شكلها قبل طعمها ده بيجي مع شكلها. ورحت بص كده راح مضفر لي العيش كده التضفيره الجميله دي، تسلم ايديك يا كابتن. وراح هرش عليه سمسم وحبه البركه. تمام، وبعدين يا جماعه الحواوشي اسكندراني لازم يتعمل بطريقه الاسكندرانيه في اسكندريه ويتاكل في اسكندريه، وعايزه حد يقول لي مين عمل زي كده وعمل الحواوشي كده في اسكندريه. بص الجمال، الله اكبر، اللهم الله تبارك الله ما شاء الله، الله اكبر على الحواوشي، ولا على الريحه ولا على الطعم. بصراحه انا اكلت الحواوشي على اصوله يا جماعه، وعايزه بقى اللي عمل زي كده يقول لي ويعمل لي شير ولايك ودعوه حلوه ليا والحبايبي حبايبي اهل اسكندريه، دايما ما يقطعليش عاده يا رب، واعمل الحواوشي كده في اسكندريه واكله في اسكندريه. بصوا الجمال، الله اكبر. وهنا حبايب قلب ام امل لازم ناكل مع بعضينا الحواوشي الاسكندراني بكل تكاته وبكل حركاته. جبت لكم الطريقه كامله من قلب اسكندريه، كنت لازم اعمله في اسكندريه عشان حبايبي اهل اسكندريه. بصوا بقى الجمال، بصوا، وكنت لازم اعمل لكم التكات دي من اسكندريه، لازم عشان انا بحب اسكندريه واهل اسكندريه. بصوا بقى، بصوا، يلا بقى مع بعضينا. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا خراشة على الجمال، يا حلاوه الجمال. وهنا بقى نسكت قليلا علشان ناكل، واقول لكم بقى لازم تصلوا على النبي كده، روحوا يلا تصلوا على النبي يزوركم ربنا، يرزقكم بزياره النبي، وانا معاكم، وادعوا لي بالشفاء، ودايما كل حاجه حلوه اعملها معاكم لان ما بتحلاش من غيركم. حبايب قلب ام امل، حبايبي